بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم المفتقه البيتي او الحلبه المعقوده. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. قبل ما نبدا يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. المكونات: 2 كيلو عسل اسود. انا جبت العسل سايب من عند العطار علشان بيكون تقيل. كوبايه سوداني الحلويات بدون ملح. كوبايه زيت عباد الشمس او زيت الذره. كوبايه سمسم، السمسم نقيته كويس. نص كوبايه دقيق، الدقيق نخلته كويس. نص كوبايه من تحويجه المفتقه نخلتها علشان ما يبقاش فيها تكتلات، جبتها من عند العطار. 3 معالق كبار حلبه مطحونه، الحلبه نخلتها كويس. عصير ليمونه كبيره. معلقه كبيره عسل جلوكوز. المفتقه هنعملها في حله كبيره علشان العسل بيفور. المفتقه هنعملها على نار هاديه. في حله كبيره على نار هاديه نحط كوبايه الزيت. اول الزيت ما يسخن نحط كوبايه السوداني تتحمص في الزيت لمده دقيقه. نستمر في التقليب. نحمر الدقيق في الزيت لحد ما ياخد لون دهبي فاتح ويطلع الرطوبة منه، ونستمر في التقليب علشان ما يعملش تكتلات وعلشان ياخد لون دهبي فاتح. ننزل بتحويجة المفتقة ونستمر في التقليب. وننزل بالسمسم. المفتقة فيها فوائد كتير، بتزود الوزن وبتعالج النحافة. لو نحيفة وعايزة تتخني كلي من المفتقة. المفتقة جميلة جدا ومغذية. المفتقة من الأكلات الجميلة. المفتقة سهلة وبسيطة ومفيدة جدا وبتقوي المناعة. لو عايزة تتخني كلي مفتقة. أحلى وأرخص من الجاهزة. المكونات كلها اتحمصت وريحتها جميلة. ننزل بالعسل الأسود ونستمر في التقليب. خلي بالك احنا شغالين على نار هادية علشان العسل ما يتلسعش منك. نستمر في التقليب لغاية ما يغلي من الجناب. العسل بيغلي من الجناب نحط عصير ليمونة علشان العسل يعقد، ونستمر في التقليب علشان ما يعملش تكتلات. ونحط كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز علشان المفتقة ما تسكرش، ونسيبها تغلي على نار هادية لمدة 10 دقايق. ونستمر في التقليب لغاية ما تغلي وتعمل فقاقيع. المفتقة أحلى وأرخص من الجاهز.
المفتقة سهلة وبسيطة ومفيدة جدا وبتقوي المناعة. لو عايزة تتخني كلي مفتقة، أحلى وأرخص من الجاهزة. نسيبها تغلي لمدة 10 دقايق علشان تتقل. آخر حاجة نحط الحلبة المطحونة، نحطها في الآخر علشان لو حطيتها في الأول هتمرر. نحط 3 معالق كبار من الحلبة المطحونة ونقلبها غلوة واحدة ونطفي النار. مفتقة جميلة ولذيذة. ما شاء الله تبارك الرحمن، المفتقة شكلها تحفة. المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. المفتقة لزيادة الوزن. عملت معاكم المفتقة بتاعت أمي وجدتي، المفتقة على أصولها. وكده المفتقة جاهزة. نسيبها تهدى وتبرد وبعد كده نفضيها في البرطمان. بعد كده نفضيها في البرطمان. البرطمان بيكون ناشف. عملت معاكم المفتقة لزيادة الوزن. المفتقة أحلى وأرخص من الجاهز. مفتقة جميلة ولذيذة. ما شاء الله تبارك الرحمن، المفتقة شكلها تحفة وطعمها حلو قوي. المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. 2 كيلو عسل. عملت الكمية دي. ده القوام بتاع المفتقة. دي كانت وصفتنا النهاردة. عملت معاكم المفتقة أو الحلبة المعقودة. عملتها بطريقة سهلة وبسيطة. المفتقة من الأكلات الجميلة. المفتقة سهلة وبسيطة ومفيدة جدا وبتقوي المناعة. المفتقة فيها فوائد كتير، بتزود الوزن وبتعالج النحافة. لو نحيفة وعايزة تتخني كلي من المفتقة. يا رب تعجبكم. كنتم مع بوسبوس كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.